يا شباب عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هننزل دورة على شغل. اليوم ده مستنيه بقالي كتير. عارف انت حاجه كده كان نفسي فيها قوي. المهم، في كام حته كده في دماغي معينه، بس هم مش كتير. بس انا هقعد الف في حتت كتير بقى، اي حاجه هلاقيها قدامي كده. انا هدور على شغل في الماركتينج. فنبدا بقى. حاليا انا بلبس، لو انا مش باين عليا يعني بلبس هلبس. يعني انا مش عارف هلبس ايه. مش عارف البس فورمال قوي ولا كاجوال قوي ولا اعمل ايه. والله يعني انا محتار قوي في الحوار ده. بس هو بيقول لك دايما انت تلبس ليفل اعلى شويه احسن ما تلبس في ليفل اقل. فده اللي انا هحاول اعمله. يعني انا ما بفهمش قوي في الهدوم، بس على الله بقى. يعني هوريكم الطقم وننزل بقى. بصوا يا شباب، الطقم كله النهارده معمول عشان البس الكوت او الروب الكحلي اللي انا لابسه ده. معاه بقى انا لبست الهاي نيك البيضه، ومعاه البنطلون الجينز. وما لقيتش جزمه كحلي قوي الصراحه، وما عرفتش البس ايه يعني، فلبست جزمه سودا وخلاص. يعني انا فارس من المستقبل. معلش انا في كذا حته رحتها ما عرفتش اصور علشان ما حسيتش، يعني مش عارف، ما حسيتش أنا مرتاح كده. المهم، رحت هيلتون وقالوا لي مفيش، مع انهم كانوا بينزلوا، بس هو تقريبا رحت مكان غلط بقى. يعني كان في فرع تاني نروح. بعديها بقى رحت كذا حته. رحت جولد جيم، ورحت همام جيم لو تسمعوا عنه، هو في اسكندريه يعني عامه. ورحت فور سيزون. الثلاثه دول اخدوا مني سي في. يعني الثلاثه انا متاكد انهم مش هيعملوا حاجه اصلا، بس اديتهم سي في. والله بص، انا بعمل اللي عليا. اسعى يا عبد وربنا يكرم ان شاء الله. بس هروح اقابل واحد صاحبي، ولسه هنطلع كذا حته تانية بقى. فين معرفش، بس انا يعني فكره انا لسه يعني عامل حسابي ان انا الايام الجايه كتير قوي، وهدور في كذا حته. يعني انا مش هسيب حته معينه يعني. يعني مش هحل حته في اسكندريه دي غير لما اكون قدمت فيها، وربنا يكرم بقى. يا شباب قابلت فادي اهو، ايوه. واحمد شايكين وبتاع. رايحين كارفور. انا كنت لسه فول جيم، مش عارف هو يبان، لا على بعيد اهو. كنت فول جيم، قدمت برضه السي في بتاعي. رايحين كارفور، مش عارف اقدم فين الصراحه. وفادي عنده المفروض ان شاء الله انترفيو. ان شاء و الله نقول يا جدعان. ان شاء الله. يا شباب انا حاليا فارس بالفانيلا، جاي لكم من المستقبل. الفيديو تقريبا لما بدات اصوره كان بقاله اسبوع حاجه كده. المهم انا ما كملتش تصوير يوميها وبعديها بفتره، علشان حصل حبه حاجات ولخبطه، والتصوير ما عرفتش اصور. يعني كان في لخبطه كده كتير. المهم قلت اعمل لكم ابديت عشان بس ايه، نكون كل حاجه ماشيه مع بعضها كده. حاليا انا كان اول يوم لما قلت لكم دورت على شغل، ما لقيتش شغل خالص. رُحت للناس، خبطت لهم على الباب، دخلت لهم في المحلات، وعملت كل حاجة اسمها marketing وكده. ما حدش كان محتاج marketer أصلًا. بس فجيت اليوم اللي بعديه، قُلت طب بُص يا فارس، دلوقتي إحنا عايزين نعمل إيه؟ أنا كنت عايز قدّام أفتح شركة وبتاع تبع الmarketing، فأنا محتاج خبرة تمام. فقُلت آخد خبرة في حاجة، أو على الأقل أشوف إيه أقرب حاجة ممكن آخد فيها خبرة وهتكون مفتوحة لي وأدخل فيها، ومع الوقت ممكن أتحسن أو أشوف حاجة تانية قدّام أحسن. فالمهم لقيت واحد صاحبي بيقول لي أشتغل tele marketing، يعني marketing بس على التليفون، ألو كده كلام حد كده بتاع. بس وشغل تقريبا كله تبع بره مصر وكده. فرحت ودوست في الموضوع، قدمت، عملت الانترفيو. كان اول انترفيو في حياتي، كان الموضوع ملخبط وشخبطه وبص ايه، بس الحمد لله عديت في الاخر. قالوا لي هنرد عليك بعدين. بعتوا لي ايميل بعديها بثلاث اربع ايام كده. كان الموضوع تقريبا من 3 ايام بالظبط من دلوقتي. قالوا لي انت اتقبلت، والحمد لله. مفيش بدأت تريننج من اول امبارح. يعني امبارح والنهارده كده، النهارده كان تاني يوم. المفروض تريننج اسبوع، بعد كده عندنا حاجه شبه امتحان كده، تيست كول حاجه كده. بس المفروض انجح من الحوار ده وابدا اشتغل على طول بعديها. فالمهم الحمد لله ربنا كرمني يعني. كل ده نزل في فيديو واحد. انا عارف الفيديو كان ملخبط بغباء، انا عارف الفيديو ملخبط بغباء. بس هو بجد انا مش عارف، حوار التصوير ده لخبط معايا كده، واتكسفت الصراحه اصور بره، مش عارف ليه، بس انا متخلف. وحاجات كتير لازم اظبطها يعني، وان شاء الله خير كده. ادعوا لي الاسبوع ده بس يعدي على خير. هنزل ابديتس بقى وحاجات كتير لازم. يعني ده مش هيكون اخر فيديو على الموضوع ده، اكيد لازم هنزل فيديوهات كتير واشرح اكتر. لان انا يعني في فيديو قلت عملت كذا كذا كذا، بس انا يعني ما شرحتش كذا كذا بالتفاصيل وايه اللي حصل ونزلت ايه. يعني قلت تفاصيل بس مش قوي، محتاج اقول اكتر بكتير. المهم بس كده. سبسكرايب يا معلم. نحسن حياتنا مع بعض. فارس احمد، مربي عضلات. مش عارف ايه نربي عضلات دي.